يسعد أوقاتكم. هاي القطة كل يوم تجي لعندي على الشغل، بتوقف على الشجرة وبتعيط لي لحتى لاعبها. طبعا بيوم من الأيام عيط لها أم مسعود، فراح عليها الاسم، صارت كل الحارة تعيط لها أم مسعود. هلأ بحكم أنه صار شتاء وبحكم أنه صار في حظر بسبب كورونا، ما رح خليها بالشارع لأنه كتير أولاد عم يضربوها وعم يكبوا عليها مي، فقررت اتبناها وطالع على فوق لحتى تزيد عيلتي قطة جديدة. طبعا بكل الأحوال أنا بس طالع قطة لفوق على البيت، بحممها ونظفها وما خليها تحتك بالقطط التانية. شي طبيعي، يعني أي شخص بيسألني إنه ليش أنت بتخلي القطط بقلب قفص أول ما تجيبهم على غرفتك. طبعا هذا أمر ضروري لحتى الحيوان يعتاد على المكان الجديد اللي هو إجا عليه، ولحتى باقي الحيوانات الموجودة بالغرفة تتعود عليه كمان لحتى ما يصير مشاكل. طبعا هي أم مسعود، اختلفت يعني 360 درجة. مستغربة انه هي وين، مين هدول، شو عم يصير، بس كتير 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 هادية. ليكو ما احلاها، دخيله انا. طبعا كل القطاط عم يجوا لعندها لحتى يتعرفوا عليها. هي اجا لعندها ميمو. اجباري بغريزة الحيوانات انه يجوا يشوفوا الشخص الجديد، يشموا ريحته، انه مشان يعرفوا انه هو غريب او من الحيوانات التانية. حتى القطاط الصغيرة عم تجي لعندها لحتى تشوفها وتتعرف عليها، وهي مستغربة مثل الأطرش بالزفة. أهلا وسهلا فيكي يا أم مسعود. ليكو كيف صارت بتجنن ما شاء الله. كتير حبابة وحنونة. هاي بعد الحمام والتنظيف لبست طوق وصارت كتير حلوة. طبعا أنا مبسوط كتير إنه بالفترة الأخيرة صار عندي حالات تبني، صار عندي 3 حالات تبني الحمد لله رب العالمين. وبلشت أنا بذات الوقت أنا أتبنى لحتى ملي الفراغ الموجود، وإن شاء الله الله يقدرني أكتر إنه أتبنى أكتر وأقدر وصل فكرة للناس لحتى يتبنوا بنفس الوقت، ولحتى توصل هاي الفكرة لإلهم. بشكركم كتير على متابعتكم، على تعليقاتكم، على كلامكم اللي فعلا ما بستحقه. شكرا كتير كتير من كل قلبي لإلكم. يخلي لي إياكم يا رب.